السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض معجنات طريه وهشه زي ما انتم شايفين. ممكن بقى تتحط كده في كيس كده وفي الفريزر وتطلعي تسخني لعشاء لفطار لللانش بوكس. بتنفع. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طريه ومورقه، فظيعه بجد. هنشوف مكوناتنا: 4 كوبايات دقيق، معلقتين سكر، كيس خميره فوريه، ومعلقه صغيره ملح، وبيضة كاملة وبياض بيضة، ونخلي الصفار هنعوضه في الآخر، ونص كوباية حليب دافي، ونص كوباية مية دافية. وابتدي بقى أقلب، مش هحط المية كلها، هخليها وحطيت كيسين فانيليا، وانزل بقى بالدقيق كده، واخلط كل المكونات لحد ما تتجانس معانا. تمام. وابتدي بقى ايه اعجن في العجينة كده زي ما انتم شايفين. تمام كده لحد ايه ما تلم معانا. وبقية المية بحطها ايه شوية بشوية كده، مع ايه معلقتين زيت كده. تمام. وابتدي بقى اعجن العجينة بتاعتنا كويس قوي لحد ايه ما اشد في العجينة كده الاقيها ايه زي الاستك، ما بتتقطعش مني. تمام. معايا مكعبين زبدة في الاخر بقى ايه ادهن بيهم العجينة كده، وابتدي بقى ايه اعجنها تاني. تمام. هلاقي العجينة كده شكلها اتفعكش معايا، افضل اعجن فيها لحد ما تتشرب الزبدة وترجع ايه معانا شكلها الطبيعي، وتكون عجينة ملسة وناعمة. تمام. هدهنها بقى بالزيت كده، مسحة زيت خفيفة، وهغطيها بقى بالاسترتش واسيبها في مكان دافي تخمر. بعد ما خمرت العجينة بتاعتنا هقسمها بقى كور صغيرة. تمام. بالشكل ده كده. نكور الكور بتاعتنا وغطيهم عشان ما ينشفوش، وابتدي بقى افرك كده كورة كورة كده زي ما انتم شايفين. ومعايا كده طبق فيه شوية دقيق، وكل كرة افردها ادهنها بالزبدة. تمام. واحطها على التانية برضو ايه وادهنها لحد ايه ما اخلص الكور بتاعتي كلها. تمام كده. واخر كورة ما ادهنهاش، وبعدين اغطيها بكيس واحطها بقى ايه في الفريزر 10 دقايق، واطلعها بقى كده افردها زي ما انتوا شايفين من على الجنبين كده. تمام كده. ابتدي افرد فيها لحد ايه ما ارققها خالص. تمام. وانا بفرد ارش ايه شوية دقيق او نشا. تمام. الشكل ده كده. اللي لسه ما حطليش اللايك يحط بقى اللايك، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكومنت كده بتتفرجوا عليا من انهي بلد. وابتدي بقى ايه اقسم ايه نص العجينة، والنص التاني هسيبه سليم كده. تمام. هبتدي بقى ايه الف كده زي شكل الباتيه كده زي ما انتوا شايفين. عايزين تحشوها شوكولاتة جبنة زي ما انتوا عايزين، عايزين سادة زي ما انتوا عايزين. انا عندي بحبوهاش ايه محشية، بحبوها سادة. تمام كده اهو بالشكل ده كده. ونيجي بقى للنص التاني، هدهنه كده مربى، ممكن قرفة على سكر، زي زي السينابون كده. تمام. وده زي بقى ايه زي هيئة الدنش، واقطعه بقى كده بالفتلة عشان يطلع مظبوط معانا. تمام كده.
وبعد ما اشكل العجينة بتاعتي اسيبها تخمر شوية. بس ايه، وهي بتخمر بغطيها طبعا بكيس عشان ما تنشفش مني. تمام كده. بعد ما حطيتها بقى ايه، ابططها بقى كده. تمام كده. عندي بقى صفار البيضة اللي كنت ركناه، حطيت عليه معلقة زبادي وفانيليا، وبدهن بيه وش العجين كده. تمام كده. ونرش بقى سمسم او حبة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. فرن ساخن مسبقا، تطلع بالشكل ده كده. وندهن كده البريوش بتاعنا كده بالعسل زي ما انتوا شايفين. طعمه تحفة. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أسيبكم في رعاية الله، أحلى وأغنى متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تحفظوها في الفريزر في كيس، وتطلعي تسخنيها في ميكروويف في فرن كأنك لسه عاملاها. ايه رأيكم بقى؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.